السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. علاش بعض الناس كيطيحوا في مواقف صعيبة بزاف؟ واش الصبر فعلا كيبدل القدر؟ واش كاين جبر الخاطر في عالم الظلم والتهميش؟ في هذا الفيديو غادي تسمعوا واحدة من أعمق وأقوى القصص الواقعية. قصة ماشي بحال القصص، فيها دمع، فيها ظلم، وفيها جبر من السماء. قصة بنت دازت من الطلاق للوحدة للظلم والإهانة من أقرب الناس إليها، ولكن ربي الحبيب ما خلاهاش وسمع دعائها. خليكم معايا وغادي تحسوا بأن اسم الله الجبار ماشي غير وصف، بل علاج للروح المكسورة. هاد القصة غادي تعلمك قيمة الصبر، معنى اسم الله الجبار، وكيفاش الظلم كيرجع لأصحابه، وأن الخير كيجي ولو من بعد حين. القصة غادي نعاودوها على لسان هاد البنت الطيبة اللي كتقول: أنا كنت بنت عادية، تربيت في وسط عائلة محافظة، تزوجت واحد السن صغيرة، كان قلبي فرحان بالحلال، كنت كنحلم بوليدات وبعش الزوجية يكون جميل ورائع. لكن ما دازوش سنوات حتى بدات المشاكل، كلمة من هنا، سوء فهم من هنا، حتى وصلنا للطلاق. رجعت لداري عند والديا، كنت كنحس بالفشل، بالحزن، ولكن قلت في نفسي يمكن هذا خير، الله ما كيظلم حتى شي واحد. رجوعي للدار كان فيه خير كبير، كنت انا البنت اللي بقات مع والديا من بعد زواج خوتي وخواتاتي. كنت كنخدم بعينيا، بلا منا، بلا تذمر. كنت كنغسل رجلين ديال الوالده والوالد، وتنقرا مع الوالد القران، وكنطيب ليهم بيدي، وكنت كنحس بواحد الراحه نفسيه، براحه ما عمرها دازت عندي في زواجي. كنت كنبكي في الصلاه الليل، ولكن دموعي كانت دموع رضا وحب، فرحانة بخدمة الوالدين ديالي. حتى جا واحد النهار اللي تغير فيه كل شيء. كانوا غاديين لحضور واحد العرس في مدينة مجاورة، ودعتهم وبقيت كنوجد العشاء بفرحة. ما عرفت أنا داك السلام هو آخر مرة غادي نشوفهم فيها. جاني تليفون، وقع حادث، اصطدام، الإسعاف جاو، قلبي طاح، ركابي ما بقاوش شاديني. وصلت، لقيت جوج ديال الجثات، الوالد والوالدة راقدين في صمت، والدم كيسيل وقلبي معاهم. هنا فعلا تحطمت، حسيت بواحد الوحدانية ما عمري حسيت بها. وكل ليلة كنت كنسمع نفسي كتقول: يا جبار اجبر كسري. من بعد ما داز العزو والدفن، حياتي بدات في واحد المرحلة صعيبة. ما كانش عندي شي دار ولا خدمة ولا حتى سند. خوتي قالوا لي اجي لعندنا، جلسي معنا، ولكن ملي مشيت عندهم بانوا لي حوايج اخرين وتبدل لي كلشي. عيالات خوتي ما كانوش باغيني، كيشوفوني عالة عليهم، كتقيدهم، وكيحسوا بالضغط من جهتي، ما حاملينيش. مرة فيهم واحد الوحدة قالت لي بالحرف: واش حنا غنبقاو هازينك ديما؟ انت باقا صغيرة، سيري دبر على راسك، سيري قلبي على شي خدمة ولا شوفي شنو ديري. واحد المرة كنت كنجمع الكوزينة وسمعتهم كيضحكوا كيقولوا: يا ربي فكنا منها، واش هي باقا صغيرة، ولا خدمة لا زواج وجالسة علينا هنايا منكدها علينا، تنوض بشي بحالها. كنت كنحس بواحد العبء كبير، وكنت غير كنصلي وكنبكي وكندعي وتنقول دائما: يا جبار اجبر كسري. واحد النهار جا واحد الراجل كبير مزوج وعنده وليدات اخرين، وطلب يدي. ما جاب معاه لا عائله لا اصدقاء لا حتى حاجه، جا غير بوحديتو، ما عارفين عليه والو. ولكن خوتي قالوا لي: صافي هذه هي الفرصه، تزوجي وتهناي وهنينا معاك. انا ما هضرتش، ما جاوبتهمش، قلبي كان ميت. مشيت للمحكمة، درنا العقد، وكان مفروض أننا نكملوا الإجراءات من بعد. ولكن السيد ما بانش. داز أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ما بان عليه والو، ما بانش نهائيا. حتى الشك دخل لقلبي، والهم هزني بزاف، وكنت كنقول دائما مع الدموع ديالي: يا جبار اجبر كسري. وعيالات خوتي عاد ما كيزيدوا عليا ويضحكوا عليا،
ويقول لي ها وحتى الراجل جا تزوج بيها ودار معاها العقد ومشى وخلاها. من بعد 4 شهور وأنا في الحزن والهم والنكد، حتى واحد النهار وتحل الباب وكيدخل علينا واحد السيد في الثلاثينات من عمره. قال لينا: أنا ولد راجلك اللي تزوجتي بيه وما عاودتيش شفتيه، راه مسكين راه توفى في واحد الحادث ولقينا معاه عقد الزواج مع ديالك انت وياه. انا تصدمت، كنت كنشوف فيه وانا ما مصيقاش. قال لي: انت راك مراته الشرعيه، وانت دابا راك وارثه بحالك بحالنا، راه تبارك الله عندك واحد الدار فخمه وعندك واحد الحساب كبير في البنك، وجيت نسلمك الامانه ديالك. انا دموعي نزلوا بلا ما نحس، وعاد تفكرت شحال من مرات كنقول: يا جبار اجبر كسري، وها هو الجبار فعلا جبرني. لغد ليه مشيت معاه، شفنا داك الدار اللي دايره تبارك الله بحال القصر، مزينه راقيه دافيه، شي حاجه ما عمري شفتها. ومرات ولد راجلي جات لعندي قالت لي: انا وياك خواتات، ولادي غادي يكونوا بحال ولادك. انا بكيت من الفرحه، من الحنان، من الحب، من الاحترام اللي كنت مفتقداه ولقيته في هاد الناس. ولادها تيعيطوا لي خالتي وكيحضنوني وكيجيبوا لي الهدايا وكيقولوا لي: انت بحالك بحال مامانا. وها انا اليوم الحمد لله في دار عامره حب وناس كيحبوني، وربي عوضني بافضل من اللي فقدته. ودائما تنقول وتنكرر: يا جبار اجبر كسري. ربي الحبيب ما كينساش، وربي كيسمع الدعاء، وربي كيرد الاعتبار. الرساله من هاد القصه: الصبر مفتاح كبير للفرج، ماشي كل ظلم كيبقى. الدعاء خصوصا بأسماء الله الحسنى فيها سر عظيم، ومهما ضاقت بك راه ربي كيجبر الكسر في الحين اللي ما كنتيش كتنتظره. ما تنساش تشارك معنا هاد القصة، يمكن تكون سبب في هداية قلب أو صبر نفس مكسورة. وما تمشيش قبل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وما تنساش تكتب في التعاليق: يا جبار اجبر كسري.